كاينه 3000 درهم اخوتي اللي لقى هاد الببغاء. هاد الببغاء كيفاش عامل الشكل ديالو، كيفاش النوع ديالو، ان شاء الله انا نخلي لكم الفيديو ديالو. الاخوان ديالنا اهم حاجه الله يجازيكم بخير، بارطاجيو الفيديو. راه ملي كيتبارطاجا الفيديو راه كنحاولوا نلقاو البيروكي. كيكون عندنا واحد الفرصه كبيره باش نلقاو ان البيروكي ديال واحد الاخت ديالنا ان شاء الله. البيروكي اخوتي العلامه عنده واحد الباك في رجلو، العلامه الثانيه انه كيهضر بالريفيه، العلامه الثالثه انه في النطق ديالو نجوى ما كتحيدش من فمه. السميه ديال نجوى عنده ديما في فمه. الاخوان ديالنا هذا الكلام موجه بزاف طنجاوه. اخوان ديالنا راه ماشي كاني انا موجه لطنجاوه، راه صافي ما كيهمش حتى شي مولوع ديالنا يعني في ارض المملكه. الاخوان ديالنا واجب عليك مولوع كمولوع، واجب عليك تبارطاجي هذا الفيديو هذا. علاش انا قلت كيهم طنجاوه؟ لان الناس طنجه هتعرف هذه المنطقه اللي هرب فيها الببغاء، واللي بغى يساعد وبغى يتدخل في الامر مرحبا. المنطقه اللي هرب فيها الببغاء هي جبل الكبير. وكذلك كنحيي الاخ ديالنا ياسين اللي بافلوري اللي عنده محل ديال انيمالغي، كنحيي من هذا المنبر. راه طلع لعند الاخت ديالنا ودار المجهود ديالو نهار الاول ونهار الثاني، بغى يدير المجهود ديالو لان تما كاينين الغابات وكاينين القصوره ما يقدرش يوصل لان كاين مناطق محظوره. المهم الاخوان ديالنا باش ما نطولش عليكم بزاف، المنطقه اللي مشى فيها كنعيطوا لها حنا في طنجه جبل الكبير اتجاه ديال القصوره، معروف هذيك البلاصه هذيك. الاخوان ديالنا اللي لقاه ما عليه يتصل على رقم الهاتف، الفيديو انا نخليه لكم باش تشوفوا البيروكي كيفاش عامل. اللي لقى اخوتي البيروكي عنده مكافاه ديال 3000 درهم. النمره الهاتف اخوتي اتصل بيا، انا غنعطيه 3000 درهم. نلاقيه مع السيده غادي يشد 3000 درهم ويعطيها الفرخ، كيعرفني انا. خوتي كنتمنى انكم تعاونونا وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم. بارطاجيو اخوتي فيما بغيتو، في جروبات، فيما بغيتو. هادشي هذا كامل باش نلقاو هاد الفريخ هذا. حنا كنعرفوا هاد الوقت هادي ديال الشتاء ديال البرد، الفرخ السبب ديالو باش طار انه كان مجنح، ولكن كان في واحد المنطقه عاليه بزاف. كيف العاده الاخت ديالنا كتخرجو كيتنزه كدا، وهادي داك الغصن الشجره تهرس طير تخلع، دار واحد الجهد باش ينقز البلاصه اخرى، الساعه البلاصه اللي ينقز ليها بعيده، وبقاو كيخلعوه الفراخ. وكان الاخ ديالنا ياسين راه هجم عليه واحد الطير الحر، ولكن ما تمكنش منه انه قدر يتخبع في شي شجر اخرين وتخبع بين الاغصان ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا كنتمنى هذا الفرخ هذا ما يوقع له والو. كنتمنى انكم تكونوا يعني ما تبخلوش علينا وتعاونونا على هذا الفيديو هذا انه يتبارطاجا. خوتي راه كنتي في كازا، كنتي في مراكش، كنتي في اكادير، كنتي في خريبكا، كنتي في فاس، مكناس، فين ما كنتي واجب عليك تبارطاجيه لانه يقدر يوصل لواحد الشخص اللي لقى هذا الببغاء هذا ان شاء الله. المهم خوتي ما نطولش عليكم بزاف، وعارف راسي طولت عليكم، ولكن باش نشرح لكم راه ضروري خصني نهضر معكم. اخوكم مصعب فلوق كينغ باروت وخا مقلوبه، حيت مصور لكم بالسيلفي وبكل تواضع. راه ماشي كينغ باروت، راه ندور انني غادي نتفخم. ما كاين شحال من واحد كيحسب بهذه القضيه هذه. كوكو كوكو، ها هي شفتيها، ها هي بالشجره في الراس ديالها، باغا تهبط وخايفانه. كوكو كوكو، السلام عليكم، السلام عليكم.